بطل قضيتنا اليوم ماهوش الضحية، ماهوش القاتل، وماهوش فرد من أفراد العصابة، كيف ماهوش البحاث اللي حل القضية وإلا القاضي وإلا الحاكم، بل بطل قضيتنا اليوم نعرفوه الناس الكل، كبرنا معاه ونحبوه الكل، كبار وصغار، واللي هو باكو حليب. لكن بيان سور مش أي باكو حليب، بل نحكيو على باكو الحليب اللي سبحان الله فك لغز قضيتنا متاع اليوم. كيفاش باكو حليب حل قضية عجز عليها الحاكم، كيفاش باكو حليب كان سبب في سجن عصابة كاملة متكونة من 4 أفراد. هذو من الأسئلة اللي باش نجاوب عليهم شوية آخر، بعد ما بيان سور كالعادة تخليو لايك وسبسكرايب، فولو على الانستغرام، وانضموا للجروب متاعنا متاع الفيسبوك، وخلينا ننطلقوا في القضية متاعنا متاع اليوم. قضيتنا اليوم باش تهزنا لبلاد عربية مسلمة، وبضبط الواحد من جوامع اللي فيها، لكن ماناش باش ندخل نصليو على خاطر ديجا الصلاة وفات. تسكر الميكرو بيت الحس وما تسمع كان صوت شلايك وصبابط، واللي بيزرمون بعد شوية غطى عليه صوت خلى الناس الكل تقف وتتصنت، ويمكن يخوف سورتو ان نحكيو على صلاة الفجر. الدنيا باردة ظلمة تحيس والشوارع الكل فارغة، يسمعوا المصلين صوت رضيع صغير يبكي بشوية. ما همش تهيؤات، ما كانوش يتخيلوا وحدهم، بل طول مشاو لمصدر الصوت ويلقاو طفلة صغرونة مسكينة ملفوفة في طرف قماش. طفلة تلمو صغرونة كي تراها من الاول تدخل كعبة ملاوي شطر لفة محطوطة في كرذونة صغرونة بجنب راسها حكة حليب، وتحت ساقيها كانت فما ورقة توجع القلب وبيزار على الاخر. الكلام اللي كان مكتوب عليها اللي كتبها ما يحسش، ما عندوش قلب وامره غريب على الاخر، على خاطره كان كاتب على الورقة هذيك وبالحرف الواحد روح الله لا يردك. وروح الله لا يردك الطفلة صغرونة مازالت كي تولدت مسكينة طولها قد كعبة ملاوي، ما عندهاش طول من اصله، مازالت حتى شيء. ما سمعوش رجال الكلام وقرروا انهم يعملوا عكس اللي مكتوب في الورقة ويحاولوا انهم يردوا الطفلة هذيك الصغرونة. ولسبب هذاك تم الاتصال بالحاكم واللي كان موجود على وجه السرعة. تم نقل الطفلة صغرونة في السريع العاجل لاقرب سبيطار، وغادي بنعملوا عليها الفحوصات اللازمة. طفلة القوام طيشة لعل وعسى بها حاجة، لكن أورزمون طلعت صغرونة صح ستار ولابس عليها. وأورزمون كيف لقاوها رجال في الوقت هذاك بالضبط واتصلوا بالحاكم، على خاطر يقول واحد من الطباء باللي إذا كان خلوها تزيد ساعتين أخرين في البرد هذاك راهي المسكينة من دون أدنى شك توفيت لكونها حديثة الولادة وحتى مناعة مازال ما عندهاش. خلى الحاكم أختنا الصغرونة في سبيطار وقرروا انهم ينطلقوا في رحله البحث على مولا العامله، واللي اسفور عليه شنيا الظروف اللي جاب فيهم المسكينه البريئه. وبعد طيشها هكاكا لاسباب مجهوله قدام جامع، وخلى معاها ورقه تبين كونه لازم يتشد ويتحاسب على العمله اللي عملها، وهو اللي لازم في الاصل يروح للحبس والله لا يرده، ومش طفله صغرونه كما قال هو في الورقه. مشى الحاكم ويلقاو الطفلة املا في انهم يلقاو كاميراوات مراقبة في الجامع، لكن للاسف شديد ما كانش الجامع متطور وما كانوش فما كاميراوات مراقبة، لكنهم ما ايسوش وقعدوا يشوفوا في محيط الجامع هذاك لعل وعسى يلقاو كاميراوات مراقبة. لكن كيف للاسف شديد طلعت الحومة ماهيش متطورة بما فيه الكفاية، وعادي اصلا يكون السيد والا الانسة اللي حطت البيبي غادي اختارت البلاصة هذيك والجامع هذاك بالذات لكونه ما فماش كاميراوات مراقبة. لا يأس مع الحياة ومن دون ادنى شك ما يأس الحاكم، وقرروا انهم يمشوا للبلاصة اللي جايت مبدئيا منها الصغرونة، واللي من دون أدنى شك تولدت في سبيطار كما أي رضيع آخر. والمعروف كونه في سبيطارات حاجة من الحاجات اللي فرقوا بهم ما بين الرضع هي البصمات متاع ساقيهم، واللي يحطوها بجنب البصمة متاع يد الأم باش هكاكا يربطوا كل رضيع بأمه. وحتى رضيع ما يضيع على أمه في سبيطار قرر الحاكم وأنه يدور على مجموعة من سبيطارات لعل وعسى يلقاو بصمة ساق صغرونة وهكاكا يطلعوا بها بصمة الأم، واللي لوجيكمون تكون بجنب بصمة الصغرونة، ويصدموا عليها من بعد بيان سور ويكرفتوها للمركز ويبحثوا معاه، وهكاكا نفهموا علاش عملت شيء هذا. طفلة مسكينة هكا معنا طولها قد يدي علاش هكاك غير كي تمناها طفلة، لكن للاسف شديد البحث هذايا ماهوش باش يصير وظهر لي مازال بكري، على خاطرهم على قد ما داروا وعلى قد ما قارنوا بصمات الساقين ما لقاش الحاكم بصمة الصغرونة باش يلقاو بصمة الأم. الشيء اللي خليهم يشكوا كونه القضية هذه قضية خطيرة ولازمهم يركزوا بالكدا، على خاطر مادام بينت الرضيعة ما همش موجودين في حتى سبيطار في المنطقة، الطفلة اللي بين ايديهم جات من دون ادنى شك في ظروف غامضة وغريبة على الاخر، وامها من دون ادنى شك ما تكون كان ولدتها تحت شجرة والا اولد سكول في قصعة ما في الدار. الشيء اللي يدل كونه فما حاجة مخبيتها الام ولازم من دون ادنى شك ما تتخبيش على الحاكم. ما كان بين ايدين الحاكم كان طفلة صغرونة مجهولة المصدر حكة حليب وورقة مكتوب فيها الله لا يردك، ورقة مكتوبة بستيلو بخط اليد، وما فهمتش علاش تو سامبلومون ما يشوفوش انسان خطو كيما الخط هذاك ويشدوه سهلة معناه. تي كان عطاوها لي القضية هذه راني حاليت تو سامبلومون تدور على ديار المنطقة الكل تقول لهم اكتبوا روح الله لا يردك وتقارن معناه، واللي تجي الورقة كيف
يهزوه للحبس، والا تو سامبلومون يستناو الطفله 5 سنين كهو حتى لين تكبر، ومن بعد يسالوها ويقولوا لها شكون اللي حطك قدام الجامعه، وهي تو تجاوبهم. الحاكم ساعات راهو يحب يعقد الامور كهو. الثنيه الوحيده اللي كان الحاكم ينجم يتبعها املا في انهم يطيحوا الام هي حكه الحليب اللي كانت موجوده بجنب الصغرونه، ولسبب هذاك قرر الحاكم وانه يهز حكه الحليب هذيك ومشاو للشركه اللي غادي يولي تنتج وتصدر في الحقوق هذوكم. قالوا لهم هل انه ممكن وانكم تقولون شكون السيد اللي شرى الحكه هذه؟ وكان برجوليه سؤال بيزار وتعجيزي على الاخر، على خاطر المسؤول اللي في المعمل قالوا لهم باللي هما يخرجوا بريس في كل شهر 50,000 حكة متاع حليب، صعيب برشا وانهم يتبعوا كل حكة وين مشات. لكنهم باركونتر كانوا قادرين وانهم يطلعوا وقتاش الحكة هذيك خرجت من المعمل بالضبط. بيان سور مش على خاطرها قبل ما تخرج تشاور، بل على خاطر اكيد الحكة هذيك ماهيش مقطوعة من شجرة وتنتمي للستيكا. الستيكا هذيك كيف ماهيش وحيدة وتنتمي للباليت، والباليت هذيك ينجموا يتركيوها يتبعوها ويشوفوا شكون اللي هزها وين مشات بالضبط. وهذاك بالضبط اللي صاروا، كانوا قادرين وانهم يطلعوا الحكة هذيك وين تنتمي في انا ستيكا وفي انا باليت وقتاش خرجت من المعمل. واكثر من هذاك الكل طلعوا اساري نتاع الكاميونه اللي هزت الباليت واللي فيها ستيكا واللي فيها حكه الحليب، وحتى من اسم ولقب السيد اللي كان يسوق في الكاميونه هذيك. السيد يخدم على روحه ويفرق في حقوق الحليب ويلقى روحه يبحث في مركز، لكنه في ساعه ما خرج وما طولوش معاه وسالوه سؤال واحد وسامبل على الاخر. قالوا له في النهار هذاك وين خدمت وشنو هي البلايص اللي فرقت فيهم؟ يا اخي قال لهم باللي هو فرق على 5 فارماسيات 3 سبيطارات ومجموعه من الجمعيات. سيبوا السيد وهزوا رقم تسلسلي نتاع الحكه ومشاو للفارماسيات اللي قال لهم عليهم، وقعدوا يلوجوا على الفارماسي اللي خرجت الحكه هذيك بالضبط. واورزمو يا فرحه مولا الفكره لقاو الفارماسي اللي خرجت الحكه هذيك، على خاطر تصوروا معايا وزاره الداخليه وحاكم وشرطه من معمل لمعمل ما بين ستيك الحليب، وفي الاخر تطلع لهم قرعه برجوليه حشومه. راحت الهيبه وقت مولا الفكره يتعقد من الحليب، يولي الحليب يقطعوا من الدار. قضايا الغوه الحمل بقاري مع شيء، كل ما يرى بقره تلعب عليه الدخ هيك هو عاد فيما ومرة الأولى الثانية الثالثة يز يمينك هاو. مشاو للفارماسي اللي خرج منها باكو الحليب وحكاو للفارماسيين على الفازة اللي صارت، وقالوا له عطينا اسم الانسة والا الشخص اللي شرى الحكة هذيك بالذات. يا اخي قالت لهم باللي الحاجة الوحيدة اللي تخليها تتعرف على اسم الشخص اللي شرى الحكة هذيك هي كونه الكاري شرى الحكة هذيك بكارت بنكير. لكن للاسف شديد الشخص اللي شرى الحكة هذيك بالتحديد اختار وانه يخلص كاش وما خلص بكارت بنكير، الشيء اللي خليهم بعد العملية هذه الكل ستيك الحليب الفارماسيات الباليتات مولا الكاميون ما همش قادرين وانهم يطلعوا شاري حكة الحليب هذيك. لكن مولات الفارماسية عطاتهم حل بديل باش مجهوداتهم ما تمشيش خسارة. على عكس الجامعة الفارماسي كانت متطورة وكانوا فيها كاميراوات مراقبة، والحسن حظ الحاكم جاو في الوقت المناسب والوقت اللي كانوا مازالوا فيه التسجيلات موجودين، وبمجرد وانهم طول مشاو للوقت اللي تم فيه اشتراء حكة الحليب هذيك كانوا قادرين وانهم في لنمو يطلعوا شكون الشخص اللي شرى حكة الحليب. واللي للاسف شديد طلع شخص مغطي وجهه وحتى ديتاي من بدنه ما هو ظاهر. الظاهر وانه والا وانها كانت قاريه حساب كل شيء، وكانت قاريه حساب الكاميراوات، ولسبب هذاك غطات وجهها. لكن لا يأس مع الحياه وجايبينك والحاكم موقفش غادي، وقرروا انهم يدوروا في ارجاء الحي اللي موجوده فيه الفارماسيه هذيك باش يشوفوا الاخت والا السيد منين جاء بالضبط. وكانت مره اخرى فكره موافقه على خاطر السيد والا الانسه جات في تاكسي وجهها ما كانش ظاهر، لكن ماتريكول التاكسي كانت ظاهره. تاكسي هبط منها الشخص هذاك بعيد شويه على الفارماسي، وكان الحاكم قادر وانه يطلع مولا التاكسي. طلعوه اسمه لقبه وجابوه يبحث في المركز، لعل وعسى تكون امه وكلته برشا زوزه وهو صغير، ويكون سبحان الله عنده ذاكره قويه وباهيه ويتذكر منين هز السيد والا الانسه هذيك قبل ما يهبطها في الفارماسي. صار للسيد مولا التاكسي كيما السيد اللي كان يسوق في كاميونة الحليب بالضبط. كان المسكين يخدم على روحه ويلقى روحه يبحث في مركز، وكان سيبوزيه يعمل كيما مولا كاميونة الحليب يدلي بأقواله ويروح على روحه. لكنه قال باللي هو يتذكر باللي هو طلع مع شكون في النهار هذاك، يتذكر باللي هو وصل شكون هذاك للفارماسي في النهار هذاك. لكنه سبحان الله كيكس وقت اللي قالوا الحاكم منين طلعت السيد، وسبحان الله وقتها ولا ما عادش عنده ذاكرة باهية وما يتذكر حتى شيء. تذكر شكون طلع وقتاش طلع وين هزوا، لكن ما يتذكرش منين هز. كانت الإجابة متاعو تبهنيسو مرفقين ببرشا علامات يدلوا أنه مخبي موضوع، مخبي حكاية مخليته داخل بعضه، خايف من حاجة ما نعرفوهاش ولازم الحاكم يعرفها. ولسبب ذاك شكوا كونه فرد من أفراد العصابة اللي عملت الشيء هذا. ضغطوا عليه ما تحملش خون الضغط، شرطوا أنه قالوا له باللي إذا كان ما يقولش على الحقيقة الكل باش توح الحكاية في راسه باش يهز هو القضية الكل. ولسبب ذاك اختاروا أنه يتقاسم القضية مع بقية أفراد العصابة، واختاروا أنه يحكي الحكاية الكل الحاكم من طقطق لسلام عليكم.
يقول التاكسيست باللي هو كان في نهار من نهارات يخدم ترونكيل على روحه ويجيه اتصال من سيبو رجل اخته يقولوا فيه راح جاي راهي خلت وتبيلكنا. قال له خبر ما فهمتش كيفاش خطر في مخه انه يحكيه له هو اول واحد. قال له نسيبو من غير لا حشمه ولا جعره، راني نخون في اختك مع امراه فيلبينيه، المشكله ماهيش لهنا، المشكله كونها خيانه منظمه وكاين في الاصل معرس بها عرفي، والمشكله كيف ما عمرها ما كانت لهنا، بل المشكله كونهم كانوا متفاهمين باش ما يجيبوش صغار الكون امورهم ماهيش قانونيه. لكن الاخت الفلبينيه قررت انها تلعب بحياة بني ادم كامل، وحبلت الاخت شماتة في سيد ومش على خاطرها كانت تحب تعيش احساس الامومه، بل حبت الاخت تجيب صغير في اقرب وقت ممكن، وهكاك يكون السيد اوبليج عليه وانه يعترف بها قانونيا وتولي العلاقه نتاعهم معلن عليها. ما كلمش السيد هذا نسيبو التاكسيست باش يقول له باللي هو باش يجيب صغير واخته ما في بالهاش، بل كلمه باش سيتو يخمم معاه في حل الصغير اللي باش يجي. وما كانش في الاصل التاكسيست من العكسين، وبدا يلوج له في حل يرضي الجميع. في ساعه ملقاها وقال له اول حاجه لازمك تعملها هي وانك تقول لمرتك. قال له نسيبو خونا راك هكا باش تبلكني وباش تحل على راسي بالله، جيتك وانا حاجتي بحل وما حاجتيش باكثر مشاكل. يا اخي قال له تاكسيست تهنى واطمئن، بالعكس لازم مرتك تعرف ولازم مرتي انا زاد تعرف. قال له نسيبو مرتي انا نقولوا عندها دخل، اما مرتك انت ما شو مدخلها الانسه. يا اخي قال له لازمهم يعرفوا على خاطر الاخت الفلبينيه ما لازمهاش تولد في سبيطار، بل لازم مرتك ومرتي يكونوا على علم بالحكايه الكل وهكاك يولدوها هما في الدار. سمع السيد كلام نسيبو مول التاكسي وصارح مرته وقال لها على الحكايه الكل من الاول للاخر، وما قال لهاش بيان سور باللي هو كان يخون فيها مع الانسه الفلبينيه هذيك، بل قال لها باللي هي مجرد نزوه وباللي سبحان الله غلطوا يا اخي الله غالب صار اللي صار. وسبحان الله وافقت الاخت، ما كان عندها حتى مشكله بخلاف مشكله واحده بركه واللي هي نفس مشكله رجلها، وما كانوش زوز يحبوه يعترف بالفلبينيه قانونيا، والسبب هذاك كانوا بور فكره وانها ما تولدش في سبيطار وتولد في الدار، بما انها اذا كان تولد في الدار باش تقيد طفل باسم السيد. مرت التاكسيست هي بيتها كانت متضامنه معاهم، كانت موافقه الخطه وانضمت العصابه واللي حاصلوا الفلبينيه في الدار وقت اللي قرب يوم الولاده، وكانوا الكل جميع يستنوا فيها باش يجيها الحس باش يولدوها. جاها الحس وكانوا انساوين زوز قادرين ما انهم يولدوها. ولدت الاخت بعد عذاب شديد وبعد عناء طويل. جاء الاب يجري باش يهز بنته على اساس باش يشوفوا كيفاش يتخلصوا منها والا يقتلوها جمله واحده، لكنه سبحان الله حس عليها سخف عليها وغدروا احساس الابوه. مرته الفلبينيه كان في بالها من الاول باللي هو امبوسيبل يخلي الطفله هذيك حيه، كانت عارفه من الاول باللي هو كون العصابه وعمل الشيء هذاك الكل باش يتخلصوا من الطفله، لكنها بدلت رايه وحست ببصيص من الامل وقت اللي شافته شاد بنته، وزادت اكدت وقت اللي حست باللي هو بدا يبدل في رايه وبدا يحس على بنته. وغافل مرته ونسيبه ومرت نسيبه وقت اللي لقى روحه وحده في البيت هو بنته الفلبينيه، وقال لها راني بدلت رايي وطفله هذه مستحيل نقتلها وخليها تتحسن امورك شويه وترتاح وتو نخرجك من الكويت ومن بعدك على مرتي وتو نشوفوا حل، والطفله هذه مستحيل نسلموا فيها. بيان سور بنتها ما باش تخرج معاها بما انها ما عندهاش اوراق وباش تقعد لهنا في الكويت، واكيد السيد تو يلقى لها حل. وما كانش عند الاخت الفلبينيه حتى خيار بخلاف انها تقبل، بما انه هذاك كان الحل الوحيد باش بنتها تبقى على قيد الحياة. هو في الأصل صحيح بنتها باش تبقى على قيد الحياة وسيد بطل ماهوش باش يقتل بنته، لكنه كيف ماهوش باش يخليها عنده وما ينجمش يربيها، ولسبب هذاك قرر وانه يتخلص منها في السريع العاجل، وقرر وانه يحطها للاسف شديد كي نعمة ربي قدام جامع. ما حبش يهزها هكاكا وحدها، اشتر لفة وتعدى هو ونسيبه الفارماسي وينشري حكا كريم وحكة الحليب باش هكاكا سيد اللي يلقى البيبي ويهزه يلقى كيفاش يوكله ومو دوب ما يلقاه ويتلهى بيه. كانت الفارماسي هذيك هي الفارماسي اللي كشفت امره وامر العصابه الكل. السيد الملثم اللي كان في الكاميرات كان هو البو اللي طيش بنته قدام الجامع. وسؤال الخطير لهنا واللي باش يزيد يورط البو، وسؤال اللي سأله الحاكم للسيد التاكسيس هو شكون كتب الورقه هذيك اللي كانت بحث الصغرونه، الورقه اللي كان مكتوب عليها روح الله لا يردك. وكان للاسف شديد مول العمله، والسيد اللي كتب الورقه هذيك هو نفسه البو، لكن يقال وانه ما عملش الشيء هذاك كرها في الطفله والا على خاطره ما يحبهاش، بل يقول باللي هو يفلم وكتبها كيكه بالعاني بحث الطفله باش يقول باللي هو كومسي ما يحبش الصغرونه وحتى من الفلبينيه ما يحبش جمله واحده باش بيان سور مرته تتخطى الحكايه وما تطلقوش. تم القبض عليهم الكل في الاخير وتعداو جميع على المحكمه، وبارامون باش يتلموا الكل في الحبس على خاطر تم الحكم على كل من خون التاكسيست مرته ومرت السيد كل واحد فيهم ب5 سنين وراء القضبان يتسمى وسيسوهم على الاخر وجاتهم خفيفه، وحتى من السيد الاب هو زاد جاته خفيفه بارابور الشيء اللي عملوا، وتم الحكم عليه بفقط
7 سنين كهو في الحبس. وبالنسبة للأخت الفلبينية القاوة المسكينة قريب باش تموت في الدار، كانوا قادرين لحسن حظها وانهم يمنعوها ورجعوا لها من دون ادنى شك بنتها المسكينة الصغرونة، وتم الاتصال بالسفارة الفلبينية باش يلقاو لها حل هي وبنتها. انا نقولوا انه حكة الحليب في القضية هذه لازمها تكريم، يحيى الحليب، ولازمها في الاصل يراقيوها وما يخليوهاش مجرد حكة حليب، بل يردوها ما نعرفش، المهم يرقيوها، ما تقعدش مجرد حكة حليب. قولوا لي نتوما في الكومنتات شنو لازمهم يعملوا لها. سبحان الله، يعني حكة حليب حلت قضية، والطفلة هذيك صغرونا نهار اخر تقول كان مش حكة الحليب هذه راني مش موجود. قولوا لي زيادة شنو رايكم في القضية نتاعنا نتاع اليوم. ما تنساوش باش كالعادة تخليوا لايك وسبسكرايب، فولو على الانستغرام، وانضموا للجروب نتاعنا نتاع الفيسبوك، ونتقابلوا ان شاء الله السبت الجاي في قضية جديدة. بيس اوت.